بعد ما الأرجنتين كسبت كاب فيردي، رئيس الفيفا جياني انفانتينو قال: الليلة عانيت مع الأرجنتين لكنني محايد. وبعدها بأيام الأرجنتين لعبت مصر وحصل اللي حصل. لو بتفكر بقى إن اللي حصل في ماتش مصر ده صدفة، أنا عايز أقول لك إن هو مش صدفة، ده تاريخ الأرجنتين في أي بطولة هي كسبتها. لأن لو فتحنا الأرشيف هتلاقي إن الحكاية مش في مونديال 2026، الحكاية بدأت من مونديال 1978. أنا خالد عاطف، والنهاردة هنتكلم عن تاريخ الأرجنتين الأسود. سنة 1976 خورخي فيديلا جنرال الأرجنتين بيعمل انقلاب عسكري وبيستولى على الحكم، وبدأت ما سميت بالحرب القذرة. 30,000 شخص اختفوا أو اتقتلوا، معتقلات سرية وتعذيب ورمي مواطنين أحياء من طيارات، ومراكز التعذيب دي كانت على بعد كيلومترات قليلة خالص من ملاعب المونديال. فيديلا صرف 700 مليون دولار على كأس العالم، وكل ده عشان يلمع صورة الأرجنتين قدام العالم. هدم أحياء فقيرة بالكامل وبنى سور عشان يعزل بقية الأحياء الفقيرة وما تبانش للناس اللي جايه الأرجنتين، عشان تشوف ازاي الأرجنتين بلد كبيرة وعظيمة وجميلة، وان الانقلاب ده ما عملش اي حاجة وحشة يعني. وقبل ما نيجي للفضيحة الكبيرة في المونديال ده، خلينا نبدأ بالحاجات البسيطة. اولا، كل ماتشات الأرجنتين كانت بالليل، فكانوا بيعرفوا نتائج الماتشات وعلى اساسها بيعرفوا هم محتاجين ايه من الماتشات اللي هيلعبوها. في دور المجموعات في ماتش الأرجنتين وفرنسا بيتعمل فاول على لعيب المنتخب الفرنسي جوه منطقة الجزاء، والمفروض بينالتي، ولكن الحكم ما بيحسبوش، والحكم شاهد ما شافش حاجة. ويقال ان الحكم قال للاعيب المنتخب الأرجنتيني ما تعملهاش تاني والا هكون مضطر احسبها. واللحظه الاكثر سوادا في تاريخ كاس العالم بقى على الاطلاق كانت في ماتش الارجنتين وبيرو. كاس العالم وقتها كان بيتلعب على مجموعتين، يعني بيبقى في دور مجموعات في الاول، وبعد كده المتاهلين بيلعبوا دور مجموعات تاني. فدور المجموعات التاني ده كان فيه الارجنتين والبرازيل، ولحد اخر جوله الفرقتين كانوا متعادلين مع بعض بنفس عدد النقاط، ولكن البرازيل متفوقه في فرق الاهداف. عشان نوصل لاخر جوله البرازيل عندها ماتش والارجنتين عندها ماتش. زي ما قلت لك، ماتشات الارجنتين بتتلعب بعد ماتشات البرازيل، مع انهم المفروض يتلعبوا في نفس التوقيت. فالبرازيل بتلعب ماتشها الاول وبتكسب 3-1، والارجنتين قبل ماتش بيرو بتبقى عارفه ان هي المفروض تكسب فرق 4 تجوان عشان تتاهل هي الاول وتوصل للفاينل. الجنرال فيديلا بنفسه بينزل غرفه ملابس المنتخب البيروفي، ومعاه هنري كاسنجر اللي كان في الوقت ده مهندس السياسه الامريكيه في امريكا اللاتينيه. قبل الماتش الارجنتين بتشحن 35,000 طن قمح لبيرو، والبنك المركزي الارجنتيني بيحرر 50 مليون دولار من الاصول البيروفيه المجمده. حارس مرمى بيرو في الماتش ده رامون كروجا كان اصلا ارجنتيني، ويقال ان هو اخذ رشوه. الماتش بيخلص والارجنتين بتتفوق 6-0 وبتوصل للفاينل على حساب البرازيل. والدليل الاكبر على الفضيحه دي جاء بعد 34 سنه في 2012. السيناتور البيروفي خينارو ليديسيما وقف امام القضاء وقال: تعمدنا الخساره، كان هناك اتفاق بين الحكومتين. والاتفاق ده كان جزء من عمليه كوندور، وده تعاون سري بين الانظمه العسكريه في امريكا اللاتينيه لملاحقه المعارضين السياسيين. الارجنتين سلمت بيرو معارضين بيروفيين كانوا مقيمين في الارجنتين مقابل نتيجه كوره. بيعدي 8 سنين وفيديلا بيتسجن، ولكن الارجنتين ما بتبطلش. في ربع النهائي في مونديال 86، وطبعا اللقطه الشهيره اللي كلنا عارفينها، ايد مارادونا والهدف قدام المنتخب الانجليزي. والماتش ده كان اكبر من مجرد ماتش كوره، وده بسبب الحرب اللي كانت من 4 سنين اللي شنتها الارجنتين على جزر الفوكلاند التابعه لانجلترا. وطبعا لولا الهدف اللي جابه مارادونا ده كان ممكن بشكل كبير جدا انجلترا ما توصلش للنهائي ولا تحقق كاس العالم للمره الثانيه، زي ما شفنا اصلا هي حققته ازاي في المره الاولى. الموضوع بيفضل مستمر، وفي مونديال 2010 في جنوب افريقيا عايزك تبص معايا على الجون ده. تيفيز مش في وضع اوفسايد، لا هو معدي الاوفسايد بشويه كمان. بس طبعا كل الكلام ده قبل تطبيق الفار، اكيد لما الفار يتطبق الوضع هيختلف. نيجي بقى لمونديال 2022 واللي قدرت الارجنتين تفوز بيه ضد بولندا. تشيزني طالع في كرة عرضيه، ظهره لميسي مش شايف اي حاجه، وطالع بيحاول على الكرة. خلاص الكرة عدت من فوق ايده حاجه بسيطه، وميسي لعبها بدماغه، فبعد كده ايد تشيزني خبطت في دماغ ميسي. طبعا بكل شكل وبكل حال من الاحوال الكره ما فيهاش اي بينالتي، ولكن الحكم بيصفر بينالتي للارجنتين. ماتش هولندا واللي كان كارثه في 2022 زي كارثه مصر في 2026، ميسي كان معاه انذار، وزي ما حضرتك شايف على الشاشه تاكلينج من اكي. ميسي بيمد ايده، بيفرد ايده تماما وبيلعب الكره بايده، والمفروض ياخد الانذار الثاني ويطرد، ولكن الحكم بيقول ما فيش انذار. ويقال يعني بصراحه ان هو لما رجع للفار، الفار قال ان ميسي قال انا الجون. بصراحه دمه تقيل قوي، بس مش هتقل
بتتقل من دم الناس اللي بتشجع اي منتخب يلاعب بلدها يعني. المهم كرة تانية وتدخل باريدس، تدخل عنيف جدا على لاعب منتخب هولندا، والمفروض التدخل ده لوحده انذار، ولكن اللي بعد كده هي الكارثه، وهو ان باريدس شاط الكوره في لعيبه منتخب هولندا، منها اعتراض على قرار الحكم، ومنها تصرف غير رياضي واعتداء على لعيبه الفريق المنافس. كل ده ولا اي حاجه، بعد الخناقه دي باريدس بياخد انذار بس ولا اكن اي حاجه، والمفروض اصلا حاجه زي دي تبقى طرد. وعشان الفيفا تداري على الكارثه دي، الحكم ماتيو لاهوز ده اتمنع من ان هو يدير اي ماتشات في كاس العالم. عامه في كاس العالم ده الارجنتين اخذت 5 ضربات جزاء، وده اعلى منتخب في التاريخ ياخد بلنتيات في بطوله واحده. والمحاباه من الفيفا بقياده انفانتينو بتستمر، والارجنتين في مونديال 2026. مش هكلمك بقى على سهوله المجموعه ولا سهوله الطريق اللي الارجنتين محطوطه فيه، يعني اتحطت في مجموعه سهله، المجموعه السهله دي كده كده الارجنتين هتطلع اول، فهنحطها في الطريق السهل، ولا انها لحد دور الثمانيه لحد ربع النهائي اجمد منتخب تلعبه هو سويسرا وتصنيفها ال 16 تقريبا. بس خلينا مكملين مع التحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم كده، واول ماتش للارجنتين قدام الجزائر، طرد واضح وضوح الشمس لميسي، والحكم ما بيحسبوش. والناس اللي بتقول ان الجول اللي اتلغى في ماتش مصر فعلا المفروض يتلغى، نفس الحاله بالظبط في ماتش النمسا قدام الارجنتين، بل بالعكس، يعني الفاول اللي حصل من ماكاليستر كان في نص الملعب، انما الفاول اللي مروان عطيه عمله كان عند منطقه جزاء مصر، ما علينا يعني من مكان الفاول، ولكن نفس الحاله بالظبط في ماتش النمسا، والفار اصلا ما راجعهاش واتحسب الجون، وطبعا عشان ميسي هو اللي جاب الجون. في ماتش كاب فيردي بقى كان في فضايح بالجمله، لعيب الارجنتين ماشي بالكوره ما حدش لمسه ولا جه جنبه، بيقع وبيمسك الكوره بايده والحكم ما بيحسبش حاجه. كوره برده مع لعيب الكاب فيردي، لعيب الارجنتين بيدخل يعترضها بايده والحكم ما بيحسبش انذار ولا بيحسب حاجه. الماتش 2-2، وفي اخر دقيقه في الماتش هجمه الكاب فيردي بيرقص وفي مكان خطير جدا بيتعمل عليه فاول والحكم ما بيحسبوش، وطول الماتش فاولات كتير لكاب فيردي والتحامات لكاب فيردي ما بتتحسبش. وبعد المباراه انفانتينو قال: الليله عانيت مع الارجنتين ولكنني محايد. وانت فعلا محايد يا عم انفانتينو. والفضيحه الاكبر بقى والاهم وهو ماتش منتخب مصر. وعايز الفت نظر الساده المشاهدين لحاجه مهمه قوي، وهي ان اي حد هيبدا كلامه معاك بان هو يقول لك خلاص الماتش خلص وهدينا، خلينا نتكلم بقى بالعقل، اوعى تسمع كلام بجد. ما تحاولش تخلي حد يقنعك ان ماتش مصر ده احنا خسرناه فنيا او عشان غلطات فنيه او عشان تبديلات او ايا كان من الكلام ده. هل انت كواحد متفرج على كوره مقتنع ان ما ينفعش يجتمع كل ده؟ يا راجل احنا بنلاعب بطل العالم، بنلاعب ميسي والارجنتين لمده 80 دقيقه انت محجمهم، عايز طول ال 90 دقيقه ما تغلطش غلطه، سواء التبديلات فيها مشكله، سواء احنا ما اتمسكناش في اخر 10 دقائق، ايا كان اللي حصل، اديني حقي وبعد كده حاسبني. هو مش لو كان التدخل اللي على امام عاشور وضرب من غير كوره اتطرد فيه لعيب الارجنتين كانت الارجنتين لعبت ب10 وخلاص الماتش خلص؟ هو مش لو كان الجون اللي اتلغى اتعدى باعتباره ان هو تدخل سوفت قوي والجون اتحسب كنا بقينا 3-0 والماتش خلص من بدري؟ فيا باشا اديني حقي وبعد كده حاسبني. في غلطات فنيه ده طبيعي جدا، في غلطات في التمركز، في مشاكل، كل حاجه على راسي ومفيش مشكله، وكده كده لو احنا ما عندناش مشاكل او لو احنا منتخب ما عندوش اخطاء كنا خلاص بقى ناخد كاس العالم. فاديني حقي وما تظلمنيش وبعد كده تعالى حاسبني. والعالم كله اللي بيقول كده، مش انا بس، يعني العالم كله بمدربينه وبلعيبته بكل حاجه، عظماء اللعبه واللي لعبوا كوره واللي فاهمين كوره طلعوا قال نفس الكلام ده، والكلام معروض قدامك على الشاشه. طبعا هقول لك رايي في الحالات الجدليه، ولكن خد بالك مش هي دي مربط الفرس اصلا. زي ما اتكلمنا عن جول الارجنتين في النمسا وهي نفس الحاله بتاعت ماتش مصر بالظبط، ولكن تمام هو فعلا في تدخل من مروان عطيه، ولكن تدخل سوفت جدا لا يستدعي اصلا ان الفار يرجع له. طيب لو قلنا ان شخصيه الحكم ان هو بيحسب الحاجات السوفت دي، يعني المفروض انت نفس الحكم طول ال 90 دقيقه ما اتغيرتش، فالحاجات السوفت اللي انت بتحسبها يبقى اي حاجه سوفت هتتحسب صح؟ طيب يبقى كره صلاح هو تدخل سوفت جدا، وانا كخالد شايف ان هي مش بينالتي اصلا، بس انت حكم بتحسب الحاجات السوفت، انت المفروض تحسب بينالتي صلاح لان هو تدخل برضه بس سوفت. طيب تمام، نيجي بقى للكوره اللي كانت تقلب الماتش تماما من 3-2 للارجنتين ل 3-2 لمصر. هات لي بقى يا استاذ يا فاضل يا اللي بتقول ان احنا خسرنا في الملعب واحد بس بيفهم كوره او حكم يقول ان كره حمدي فتحي دي مش بينالتي. ماكاليستر شده، ومش شد اللي هو شده من شته وسابه، لا ده فضل شده لحد ما حمدي فتحي وقع جوه منطقه الجزاء. ده حتى كولينا لما طلع يدافع عن الحكم ويعرض بقى وجهه نظره ودفاعا عن الحالات الجدليه في ماتش مصر، عرض البنالتي بتاع صلاح وعرض الغاء الجون بتاع مصر، يعني حتى ما عرضش الكوره بتاعت حمدي فتحي لان هو حتى مش عارف هيطلع يقول عنها ايه. ملهاش مبرر بجد، ملهاش مخرج ولا تقدر انك تجيبها يمين او تجيبها شمال، هي بنالتي 100%. صفحه ريفري تشانل واللي بيطلع فيها حكم سويدي ملوش علاقه بمصر ولا بالارجنتين ولا باي حاجه، طلع قال ان هي بنالتي
100%، والمفروض كان جول الارجنتين يتلغى وترجع بنالتي لمنتخب مصر. وبرضه بلاش كل ده، ركز مع التفاصيل الصغيره. بعد البنالتي طالعين بمرتده وامام عاشور على الخط بيتضرب من غير كوره والحكم ما بيديش انذار، لا ده بيدي انذار لسعفان الصغير عشان الاعتراض. شايف الكوره دي لعيب منتخب الارجنتين ملوش اي علاقه بالكوره وداخل يضرب هيثم حسن ومفيش انذار. ضرب لمصطفى شوبير من غير اي كوره وبرضه الحكم ما بيتكلمش، حتى ما راحش يتكلم مع اللعيب بتاع الارجنتين. الكوره دي صلاح بيستلم على حدود منطقه الجزاء ودفع مندي بول لعيب منتخب الارجنتين، ولكن الحكم بيقول له قوم، الكوره دي سوفت قوي ما بتتحسبش. يعني هو الحكم بيحسب الحاجات السوفت ولا ما بيحسبهاش؟ طيب هو قال كوره صلاح دي سوفت مش هحسبها، طب الكوره اللي صلاح قطعها وراح انفراد يحسبها فاول ازاي؟ ما دي سوفت زي دي بالظبط. ما هو نفس الحكم اللي بيحسب دي بيحسب دي، يا اما ما يحسبش دي وما يحسبش دي. تدخل عنيف جدا من روميرو على محمد صلاح برجلين الاثنين والحكم برضه ما بيديش انذار. ضرب الامام في وشه من لاعب الارجنتين وبرضه ما فيش حاجه. طب انت بجد مش ملاحظ الباترن؟ مش شايف كل التدخلات السوفت لما تبقى في صالح منتخب الارجنتين بتعدي ولما بتبقى في صالح منتخب مصر بتتحسب فاول؟ طب خلينا نبص على الصوره الاكبر. هو انت بجد مقتنع ان عشان يبقى في مؤامره او يبقى في ظلم لازم كل صفاره وكل القرارات تبقى ضدك؟ طب ما كان الموضوع هيبقى مفضوح قوي، كان الموضوع مش هيبقى فيه وجهتين نظر، كده الموضوع مش هيلاقوا حد يطلع يقول لا خد بالك ده مصر برضه اتحسب لها والارجنتين اتحسب لها. ما هو ده الذكاء، لازم يديك حاجات ولازم يحسب لك حاجات تخلي الناس تطلع تقول طب ما مصر ده كان في فاول على مهند لاشين ما اتحسبش، اصل كان في فاول على ياسر ابراهيم ما اتحسبش. هو لازم يديك ده عشان تطلع تقول كده، عشان الناس تطلع تقول كده، وعشان يحاول ان يخلي الموضوع ايكوال. ايه ده، ما هو زي ما الحكم غلط هنا غلط هنا، الموضوع يعني مش مقصود ان هو يبقى في صالح الارجنتين. هو ده اللي هم عايزين يعملوه. وعشان تعرف الفرق بص على حجم تاثير القرارات على اللي الحكم عداه لمصر وعلى الحكم عداه الارجنتين، هتشوف الفرق. انت اصلا كل المشاكل اللي حاصله على الماتش كلها في صالح منتخب مصر. يعني مثلا الارجنتين ما تحسبلوش بنالتي ظلم مثلا، لا ده كل القرارات في صالح منتخب مصر. منتخب مصر اللي ليه فاولات، منتخب مصر اللي ليه بينالتيز، منتخب مصر اللي جاب جون واتلغى. فده يبين لك قد ايه حجم القرارات ضد منتخب مصر كان كبير. وتقريبا يعني هو زي ما كابتن حسام حسن قال بعد الماتش ان الفيفا لازم تخلي الارجنتين تكمل وميسي يكمل وما ينفعش ان منتخب مصر يكسب يعني. وطلع كلام كتير جدا بعد الماتش بيتكلم عن فساد الاتحاد الارجنتيني المالي وتحقيقات من الجانب الامريكي في الحسابات الخاصه بالاتحاد الارجنتيني. وبرضه الناس كتير عرضت رد فعل انفانتينو على صد البنالتي بتاع ميسي، غير الكلام على شبكات المراهنات. كل الكلام ده طبعا ما يهمنيش باي حال من الاحوال، ولكن يثبت صحه وجهه النظر ووجود شيء مش طبيعي في ماتش مصر والارجنتين. وبصراحه اللي مش شايف ان الارجنتين بتلعب بطوله تانية محتاج يراجع نفسه، واللي محتاج يراجع نفسه اكتر هو اللي يقدر يشجع منتخب تاني ضد منتخب بلده او يشجع الارجنتين بشكل عام. مش هكلمك بقى ان هم كسبونا ظلم وبتاع، لا الحاجات دي عبيطه مش هتفرق في اي حاجه. انا بكلمك على دوله صهيونيه باعتراف رئيسها، دوله جمهورها قاعد يضايق جمهور بلدك ويستفزهم ويرمي عليهم البيره، دوله بترفع علم اسرائيل، دوله هي اسرائيل الكوره اصلا. عامه هو ده تاريخ الارجنتين الاسود في كل بطوله بيدخلوها، ومع كل بطوله بيكسبوها لازم يكون في جانب ملوش اي علاقه بكره القدم.